بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الدرس الثالث أو أي درس نظم من التعليق على كتاب الصيام من بلوغ المرام. أنا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري تعليقا، ووصله الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. أو حديث الشيخ أبو أنس عبد الحميد حفظه الله تعالى من التعليق ده هرقلي. يوم الشك دوله هو يوم الثلاثين من شهر شعبان. يوم الشك دوله أولي شعبان يوم 30 غير. إذا لم يرى الهلال أو شرط أولي تلتنته وصوله يوم تالي سرما يوم الشك في ليلته دوسا يوم 30 أولي أما جلا ينجله دوتنته وصوله يوم الشك أولي تلتناسبهم بسبب غيم أو قتل بيقنددون والله كده جدا كتوصله. فيتردد الناس أما دعوك هل هو آخر شعبان من آخر هن والله أم أول رمضان أو أولي زمغ من أول والله شعبان آخر كي دعوة لك توصله. أبا القاسم أبا القاسم دو هي كنية النبي صلى الله عليه وسلم. رسول صلى الله عليه وسلم أي كنية هنا. يستفاد من الحديث حديث ذو فوائد أنا يحتك تحريم صوم يوم الشك. يوم الشك دول شعبان يوم 30 هم يوم تندو زمغن حرام. فالحديث حديث أي دليل صريح على المنع من صيام هذا اليوم يوم عند زمغن. حديث أي دليل صريح داوتر لين ما لازم قوي منعين. هذا اليوم من اليوم يوم الشك يوم 30 آخر يوم لكل ما بشعبان بنية الاحتياط لرمضان. عن غروبنا يوم شك مره وزم احتياط القوينك هالشيء أول زم توسوقه يوم يزم أول توسوقه ليله احتياط كروانين تشريع منعين. ومعنى المعصية كرهرة في قوله فقد عصى يعني يدل على أن النهي نحي كرر للتحريم لره وليس لمجرد كراهة من كراهة برص الشيء. نهي كرر للتحريم لره. والواجب عند عدم رؤية الهلال هو إكمال العدة. أما دون واجب إني أولي زم يوم 30 آخر يوم 30 شعبان أولي زم ثلاثة وصوله مراد واجب 30 يوم شعبان تومن تمرأنيا لقوله صلى الله عليه وسلم. تم الرسول صلى الله عليه وسلم حدث في حديث عبد الله بن عباس فإن حال بينكم سحاب يوم شعبان وآخرهم بكلا دكة وصو فأكملوا العدة 30. عدة 30 تمدو عدة 30 تمدو عدة كالهرشنة ما ندو مرتا وزو تمدو أي أكملوا شهر شعبان فأكملوا العدة 30 تفسير مده أكملوا شهر شعبان أولي شعبان 30 يوما دو ثمرتا وزدت مدين. ولا تستقبلوا الشهر استقبالا أولي كوشن مثلا وزمو كو استقبال ندقا غندم بده قبل ما استقبلت منه غنم قرمي. أو رسالة أو شبش من أعده الشيخ أبو أنس عبد الحميد الزوي وفقه الله وسدده. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.